السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة دي معجزة، معجزة للبط، معجزة لصاروخ المناعة. المفروض يبقى صاروخ المناعة خلاص، أو سلام عليك معجزة سيدتي. المناعة. بص المنظر المفروض الفيديو ده يتشير ده أو معجزة يتعمل ليك. لايك كتير عشان يوصل لناس كتير ويفيد ناس كتير. الحاجات اللي بنرميها ايه في الزبالة، ماشي؟ وجربوها وتعالي قولوا لي نفعت ولا ما نفعتش، ماشي؟ عشان تحصني طيورك يفضلوا معاكي كده ايه، ما تقلقيش منهم لو في عدوى، في فيروس، في حاجة، في مناعة. طالما ضعفت المناعة الطيرة هتضعف منك. طب تعالي بقى ايه اقول لكم ايه هي الخلطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ايه هي الخلطه؟ كل الحاجات دي احنا بنرميها في الزباله ولا لا؟ قشر البرتقال معجزه والله، والله مش عارفين احنا قيمته حتى للبشر، بس عموما خلينا احنا دلوقتي للبط. دلوقتي انت كل ده كنت هنرمي في الزباله، بس اللي حطيته عليه ضفت عليه ليمونه كامله ماشيه قطعتها، والمفروض تقطعيه شويه عشان يسهل معاكي، وثلاث اربع راس انتنال، وشويه ينسون، وقرصين او ثلاثه اللهم صل على سيدنا محمد ريفو اخضر. خلاص ضربتهم كويس بالهاند بلندر كويس خالص، او الخلاط اللي عندك. لو عندك فراخ بتحط لها في سقايه لازم يتصفى. ما عندكيش خلاص حطي كده زي ما انا بحط، زي ما هتشوفوني كده هحط، والفراخ تنغص فيه والله اكبر، او البط ينغص فيه ويبقى زي الفل. تمام، اللهم صل عليك سيدنا محمد. هبتدي بقى اطلع للطيور ووزع الحاجه دي. هتوزعها على ايه؟ على ميه دافيه زي ما انت شفتي، بتجيب من السخان ميه دافيه خلاص، عشان تنزل كده تطهر معدتهم وتدفي لهم ايه جسمهم ومعدتهم. هبتدي اوزع حتى الكبير والصغير زي ما انتم شايفين. اول ما تشوفي الحمام بتاع الطيور ده مش طبيعي، مش طبيعي، تعرفي حتى لو كانت حمام الطيور عندك كويس لا، برضه احترازا بقى عشان العدوى، وانت عارفه عصافير طالما حاجه فوق السطوح ما تضمنيش. حطيت اهو الكتاكيت الصغيره، بصوا ما شاء الله هيبتدي يشربوا منهم، لان هم مش هيلاقوا غيره هيشربوا منهم، وهو طعمه حلو والله. حتى البط الصغير حطيت له، الله اكبر، بص تلموا عليه ازاي، الله اكبر، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بصي حتى البط الكبير برضو حطيت له، لانها حاجه طالما كلها على السطوح متعرضه لاي حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.